في انديه بتحلم تشارك في كاس العالم لمره واحده في تاريخها، بس الاهلي حكايه تانية خالص. عندك 9 مشاركات في البطوله و4 ميداليات برونزيه وارقام قياسيه كتيره ما تعدش وماتشات للتاريخ. النهارده هنعرف الاهلي ازاي كتب اسمه في البطوله دي باحرف من ذهب. وقبل ما نبدا صلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا حكايتنا. اول ظهور للاهلي في كاس العالم للانديه كان في سنه 2005 في اليابان. وقتها البطوله دي كانت لسه جديده على الجمهور العربي. قابل الاهلي اتحاد جده في اول ماتش وخسرنا ب1-0 بهدف للنجم السعودي محمد نور. بس انا جاي لك من المستقبل وبقول لك هناخد حقنا، بس اتقل بس. بعدها لعبنا ماتش على المركز الخامس والسادس مع سيدني الاسترالي وخسرنا برضك 2-1. واللي سجل الهدف الوحيد للاهلي في النسخه دي هو عماد متعب. وخرج الاهلي للاسف كسادس للبطوله في اول مشاركه ليه. بدايه مش على قد الطموحات، بس كانت اول خطوه في المشوار. الرد كان قوي في برونزيه 2006. والسنه اللي بعدها الاهلي رجع من تاني، والرجعه كانت فجعه المره دي. في ماتش ربع النهائي قابلنا اوكلاند ورزعناه 2-0. الهدف الاول من فلافيو والهدف الثاني جه من فاول عالمي من ابو تريكه. بعد كده قابلنا انترناسيونال البرازيلي في نص النهائي وخسرنا منه بصعوبه ب2-1. خلي بالك يعني الفرقه دي كسبت البطوله في الاخر على حساب برشلونه، فهي فرقه مش سهله يعني. واللي جاب الجون بتاعنا في الماتش ده هو فلافيو براسيه ممتازه. بعديها رحنا لعبنا على المركز الثالث والرابع مع كلوب امريكا المكسيكي، وفاز الاهلي ساعتها 2-1 بهدفين من امير القلوب محمد ابو تريكه. وحقق الاهلي اول ميداليه برونزيه في تاريخه بعد تاني مشاركه ليه في البطوله، عشان تكون اول ميداليه في تاريخ العرب وافريقيا. والبطوله دي شهدت تالق ابو تريكه اللي كان هداف البطوله ب3 اهداف. وخلي بالك يعني برونزيه 2006 دي انا عامل عليها حلقه كامله وهسيب لك لينكها في الوصف تحت، تبقى تخش تتفرج عليها بالمره بعد ما نخلص الحلقه دي. تراجع مؤقت في 2008 و2012 و2013. بعد برونزيه 2006 حصل تراجع مؤقت في 2008 و2012 و2013. في 2008 لعب الاهلي اول ماتش مع باتشوكا المكسيكي. الماتش بدا بتقدم الاهلي 2-0، بس في الشوط الثاني انهار وخسر 4-2. ورجع يلعب مع ادلايد يونايتد على المركز الخامس، بس خسرنا برضه ونطلع سريع كده سادس البطوله. لكن في 2012 الامور كانت احسن شويه. قابلنا سانفيرس وهيروشيما في اول ماتش وكسبناهم 2-1 بهدف للسيد حمدي وهدف لابو تريكه. بس خسرنا من كورنثيانوس البرازيلي 1-0 في نص النهائي. بعديها في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خسرنا من مونتيري المكسيكي 2-0 وخرجنا من البطولة كرابع. بس على مستوى الأداء الأهلي قدم نسخة يمكن تكون الأمتع، بس الحصيلة ما كانتش على مستوى الأداء اللي اتعمل. بس يلا يا عم الحمد لله نعوض في اللي جاي. أما في 2013 فهي كانت أسوأ نسخة للأهلي في تاريخ كأس العالم للأندية. الأهلي خسر أول ماتش من غزو الصين، يا عم فريق صيني وخلاص. بعديها تعرض لهزيمه كبيره من مونتيري المكسيكي 5-1 عشان تكون دي اكبر خساره للاهلي في كاس العالم. واللي سجل الهدف الوحيد للاهلي في الماتش ده هو عماد متعب. ايوه زي نسخه 2005 بالظبط، احنا حتى طلعنا سادس. تقريبا العيب في عماد متعب بقى ولا ايه؟ الرجوع بقوه في العصر الحديث والميداليات المتتاليه. في نسخه 2020 اللي اتلعبت في 2021 بسبب كورونا وفي قلب قطر الاهلي يكسب الدحيل القطري في اول ماتش بهدف حسين الشحات. بعدين نروح نقابل البايرن في نص النهائي ونخسر 2-0. لكن نروح نلعب على المركز الثالث والرابع مع بالميراس، الماتش يخلص بالتعادل السلبي، لكن في ضربات الجزاء يتألق الشناوي ويحسم الميداليه البرونزيه للاهلي عشان تكون دي الميداليه الثانيه في تاريخ الاهلي بعد اول برونزيه في 2006. نسخه 2021 في الامارات رغم الغيابات الكتير من الاهلي بسبب كاس الامم، الاهلي كسب مونتيري المكسيكي في اول ماتش بهدف وحيد لمحمد هاني. في نص النهائي بنقابل بالميراس البرازيلي ونخسر 2-0. وبعديها بيواجه الهلال السعودي بيقدم واحده من اعظم ماتشاته في البطوله ان لم تكن الاعظم يعني. قدر ان هو يكسب الهلال السعودي بنتيجه كبيره 4-0، ودي تعتبر اكبر نتيجه للاهلي في كاس العالم. سجل اهداف الماتش ده المدافع ياسر ابراهيم بهدفين، واحمد عبد القادر وعمرو السوليه كل واحد منهم سجل هدف. وياخد الاهلي الميداليه البرونزيه الثالثه الثانيه على التوالي طبعا. نيجي في 2022 الاهلي خسر نهائي افريقيا قدام الوداد المغربي، لكن تحس ان البطوله حابه الاهلي ومش هتكمل من غيره. اول مره يشارك الاهلي في البطوله وهو وصيف لافريقيا، عشان الوداد شارك كمستضيف للبطوله في المغرب. في الدور التمهيدي بنعمل ماتش عالي قدام اوكلاند بنكسب 3-0. سجل الاجوان حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاني عشان نتاهل لربع النهائي ونقابل سياتل الامريكي. وبقضيه جديده من قفشه بيجيب جون في الدقيقه 88 عشان يطير بينا النص النهائي. بس للاسف في نص النهائي بنيجي قدام القطر الكبير ريال مدريد. طبعا انت عارف لا يفل الحديد الا الحديد، هي كانت يفل ولا يقل مش مهم. ونخسر قدام ريال مدريد بنتيجه 1-4. واللي سجل الهدف الوحيد للاهلي هو علي معلول من ضربه جزاء. بس قدامنا مباراه اخيره قدام فلامينجو في تحديد المركز الثالث والرابع، واحمد عبد القادر بيسجل هدفين في الماتش ده، بس نخسر 4-2 في النهايه. تعرف ان ده اكتر ماتش تعبني نفسيا هو ماتش باتشوكا كاس الانتر كونتريكت.
الانتر الاخير ده انت عارفه طبعا. وصلنا لاخر نسخه في 2023 زي ما بدأناها في 2005 قدام اتحاد جده وخسرنا 1-0. بس انت عارف ان الاهلي عمره ما بينسى حقه ابدا. بس المره دي بقى الاتحاد عاملين صفقات تقيله وجايبين كانتي وبنزيما كمان على ملعبهم ووسط جمهورهم في السعوديه. بس لا مؤاخذه يعني على نفسهم، ده احنا الاهلي ونمس عليهم بثلاث اجوان جم من معلول وحسين الشحات. ده حتى يا راجل اللي سنه اولى في البطوله ده منهم امام عاشور بيسجل الثالث وبنزيما بيسجل الهدف الوحيد ليهم، يعني بيحلل بيه فلوسه عشان تكون البرونزيه الرابعه والاخيره للاهلي في كاس العالم للانديه. نصيحه مني بقى لاي فرقه، اوعى تستفز الاهلي واسال غيرك مجرب، وبرضك ما بيحرموش. بس كفايه كده بقى عشان عقد العمل اللي من السعوديه راح. كده بقى خلصنا الحكايه. بس انا بقى محضر لك شويه ارقام في الجون. بريك سريع كده هروح اكل اندومي وارجع. بس اوعى تروح في حته الارقام هتفوتك، براحتك بقى. انا قلت النهارده البس تيشيرت اغير بقى، راح اتقلب عليه اندومي عشان البس التيشيرت ده بره. يلا الحمد لله. بص يا سيدي، عندك الاهلي اكتر فريق شارك في نسخ من كاس العالم بعد اوكلاند. احنا شاركنا في 9 وهم شاركوا في 11. اكتر نادي في العالم لعب مباريات في كاس العالم ب 25 مباراه. وكمان اكتر فريق افريقي فاز في البطوله 10 مرات بالتساوي مع ريال مدريد. في واحد يقول لي ما انت اكتر فريق خسرت في البطوله. انا اقول لك بقى شارك مره بعدين تعالى كلمني. واكبر فوز احنا قلناه قدام الهلال السعودي 4-0. وكمان قلنا اكبر خساره قدام مونتيري 5-1. وكمان نسيت اقول لك ان احنا مسجلين 31 جول من 25 مباراه. نيجي للعيبه بقى ونقول ان ابو تريكه هداف الاهلي التاريخي في كاس العالم ب4 اهداف. وائل جمعه مع ابو تريكه مع حسام عاشور ورامي ربيعه الاكثر مشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه ب5 نسخ. اما بقى ابو تريكه ووائل جمعه لوحدهم الاكثر مشاركه في المباريات ب11 ماتش. عندك 3 لعيبه سجلوا جولين في ماتش واحد. اولهم ابو تريكه في 2006 قدام كلوب امريكا، وثاني واحد كان ياسر ابراهيم قدام الهلال السعودي، واخرهم احمد عبد القادر قدام فلامينجو. وعندك 3 مدافعين بس سجلوا مع الاهلي في كاس العالم، وهم محمد هاني وياسر ابراهيم واخرهم علي معلول. بالمناسبه يعني هيفضل علي معلول اخر من سجل مع الاهلي في كاس العالم بنظامها القديم. في بقى رقم مميز لحسين الشحات لوحده اللي لعب كاس العالم مع فرقتين مختلفين. لعب مع الاهلي طبعا والعين في 2018. لا وما لعبش وخلاص، لا ده سجل مع الاثنين كمان. وبس كده. خلي بالك والله في ارقام ياما بس يعني طولنا قوي كده. حلوه كده عليك، خليها حلقه ارقام بس. اللي عايز اوصله لك في الحلقه دي ان الاهلي مش فريق كبير في افريقيا وخلاص، لا دي مؤسسه بتمثل مصر في المحافل الدوليه. بيكتب تاريخه بنفسه من 2005 ل 2023 في كاس العالم للانديه، وده احنا بنتكلم على كاس العالم للانديه بس. الاهلي مر بلحظات صعبه كتير بس عمره ما فقد الامل لحظه، وكل مره بيرجع اقوى من الاول. ودي كانت حدوته الاهلي في كاس العالم للانديه. وما تفكرش ان الحكايه خلصت على كده، لا ده لسه في كتير. فاستناني في الحلقات الجايه. وكان معكم اخوكم مروان ميزة، وسلام.